6ix9ine يشتري قنينة كوكا مقابل 20,000 دولار من أحد المتاجر في نيويورك، وبعدها يعود ويشتري المتجر بأكمله. لا، الأمر لم يتوقف هنا، بل تاكاشي هذه المرة برهن للجمهور أنه يحب التحديات الصعبة، وصعد إلى أعلى قمة موجودة في نيويورك، وأخذ يصور صور لنفسه على شكل سيلفي وشاركها مع متابعيه في حسابه على الانستغرام. ولمعرفة المزيد من الأخبار عن ظاهرة 6ix9ine والموعد الذي ضربه للجمهور العربي في دولة المغرب، تابعونا بعد الانترو. Let me get it started, baby with the Robins, looking all retarded. BB sagging, fly like a dragon. Bitch on my dick, come fly like Aladdin. Send me, pull up to the cribby, Licky, licky, licky on my blicky, Take a flicky, make a movie with me, Take a flicky, make a real trippy, Why you watching me? You all on my IG. Why you stalking me? You don't even follow me. Why you tweet my shit? You ain't used to read my shit. Bitch, you used to fucking leave me on. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية علينا أن نذكر لكم أن 6ix9ine خرج في إعلان للجماهير المغربية مخاطبا إياها أنه سوف يأتي هذا الأسبوع لمدينة طنجة، تحديدا في ملهى كلوب 555. كونوا في الموعد. سوف أترك لكم أنا الفيديو الإعلاني لتاكاشي 6ix9ine. Tomorrow, December 10th, Saturday, I'm gonna be in Morocco in Club Sing 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 in Tangier. Make sure you pop out. 6ix9ine gonna be live. بعد الإعلان خرج تاكاشي 6ix9ine لأحد المتاجر الموجودة في نيويورك، وحمل معه الكثير من المال، وقصد المتجر لشراء قنينة كولا، وأخذ صورة له في المتجر بشكل عادي، وكتب عليها أنه اشترى قنينة ب20,000 دولار، ونشرها في الانستغرام. لكن الشيء الغير عادي هو أنه مباشرة بعدما نزل هذه الصورة الموجودة في الشاشة الآن، تحداه أحد المتابعين وقال له: لو كنت شخص ثري فعلا اشتري هذا المتجر الآن وانشر صور، مما أدى إلى تفاعل أغلب المتابعين مع هذا الشخص الذي طالب 6ix9ine بشراء المتجر، مما جعل تاكاشي يقع في موقف محرج أمام الناس، وخاف أن يقوم برفض التحدي ويدمر سمعته. لذلك قبل التحدي وعاد لمنزله في نيويورك، وحمل معه حقيبة مال أكبر من الأولى، وجاء بحراسه الشخصيين وعرض على صاحب المتجر حقيبة ممتلئة بالمال مقابل شراء المتجر. وبطبيعة الحال التاجر قبل، وأصبح 6ix9ine يملك متجر للمواد الغذائية في نيويورك. لكن سيبقى السؤال المطروح: ما الذي سيفعله بذلك المتجر وهو مغني راب؟ الله أعلم. هناك من يكذب 6ix9ine ويقول أنه فقط مثل دور أنه اشترى متجر وصور كل شيء وأعطى رشوة لصاحب المتجر لكي يمثلوا على الناس أنه نفذ التحدي، لأنه أصلا ليس منطقي أن يشتري 6ix9ine قنينة كولا ب20,000 دولار. لكن ما لا يعلمه الناس هو أنه تاكاشي فقط اشترى قنينة بثمنها العادي، وأعطى هدية صغيرة للعامل الموجود في المتجر كمساعدة إنسانية منه، كما يفعل دائما مع الناس الضعيفة ماليا. وبالنسبة للصورة التي أخذها في سطح مبنى في نيويورك، هي تتعلق بتحدي جديد من أحد متابعيه مرة أخرى. قال: بعيدا عن المال، هذه المرة أرادوا اختبار شجاعته، و6ix9ine الأحمق قبل بتحدي جديد من جديد، وصعد إلى مبنى عالي وأخذ صورة سيلفي وهو مبتسم في نيويورك. أنا فعلا لا أعرف هل 6ix9ine يحاول خلق ضجات بهذه التحديات لكسب المشاهدات والمتابعات في حسابه على الانترنت، أو أنه فعلا قلب محتواه من مغني راب إلى مطبق تحديات مثل مستر بيس وبيودي باي. اتركوا لنا آراءكم في التعليقات لنعرف ما الذي يحصل مع هذه الظاهرة 6ix9ine. تاكاشي 6ix9ine قبل أسبوع من الآن قام فعلا بقبول تحديات المتابعين، وقام بشراء متجر في نيويورك، وصعد لبناية عالية في نفس المدينة، وصرح بعدها في إعلان خاص أنه سيقوم بزيارة دولة المغرب ليغني هناك في أحد الملاهي الليلية في مدينة طنجة. سوف أترك لكم رابط الفيديو السابق تحت في الوصف لتعرفوا بقية القصة. المهم، تاكاشي سجل حضوره الأول ليلة أمس في أكبر ملهى ليلي موجود في مدينة طنجة، كلوب 555. وهذا الملهى ليس للفقراء بل لكبار الشخصيات فقط، هم من يستطيعوا تحمل ثمن هذا الملهى الذي يجلب له كبار الرابرز في الساحة الفنية العالمية، و6ix9ine كان من ضمنهم.
رأينا تاكاشي 69 وهو يحمل راية المغرب في يده ويلبس لباس فريق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ويحتفل معهم بتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي في مونديال قطر 2022. سوف أترككم مع الفيديو لتشاهدوا الأجواء التي خلقها 69 مع الجمهور. This shit's getting turned. This shit's getting out of hand. Yo, my boy representing. Make some fucking noise for this guy right here. Six, nine, ten, nine, ten, six, 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 six. كان من بين الجمهور الحاضر في ذلك الملهى أبناء أغلب الأثرياء الموجودة في المغرب، وهذا يدل على أن تاكاشي لديه شعبية واسعة سواء بين الجمهور الفقير أو الغني، سواء الجمهور العربي أو الغربي، سواء الإناث أو الذكور. ببساطة إنه 69 شخص ذو شخصية متهورة وذكية في نفس الوقت. شكله وألوانه تجعلك تصفه في أول نظرة لك على أنه ضعيف، لكنه شخص خطير أحيانا، وأحيانا أخرى تجده شخص كريم يساعد الفقراء والجمعيات. المهم، نحن نحاول جاهدين أن ننقل لكم آخر أخبار المتعلقة بهذا الرابر العالمي أثر في الكثير من الناس سواء بأغانيه أو طريقة تعامله مع أعدائه أو شهرته المجنونة في العالم كله. وآخر صورة نزلها على حسابه في الانستغرام تدل لك على أنه شخص يحاول أن ينشر السعادة في صفوف الفقراء. لقد قام الأخير بالتبرع لجمعية خيرية بمبلغ 50,000 دولار وببعض الهدايا الموجهة خصيصا للأطفال الصغار. كان هذا كل شيء في فيديو اليوم، ولا تقلقوا سوف ننزل لكم باستمرار حلقات عن 69 وأيضا بعض الشخصيات المشهورة. وكما تعلمون هذه القناة متنوعة ويمكننا أن ننشر عدة محتويات في هذه القناة في نفس الوقت، لكننا لن نبتعد عن نقل أخبار 69. هذه الأيام تاكاشي 69 يخلق ضجة بعدة أشياء فعلها وعدة أماكن زارها مؤخرا. لعل أبرز ما قام به هذا الظاهرة هو قبول جميع التحديات المتابعين له في انستغرام، حيث اشترى الأخير متجر بطلب من الجمهور وقام بالصعود إلى أعلى بناية في نيويورك وأهدى عدة هدايا للأطفال والجمعيات الخيرية. لا، 69 لم يتوقف هنا، بل في نفس هذا الوقت أخذ طائرته الخاصة وقام بزيارة خاصة للمغرب، تحديدا مدينة طنجة العريقة، وقام بالاحتفال هناك مع متابعيه من المغرب. بعد أن أنهى عمله كمغني في تلك الليلة في الملهى، أخذ أموالا طائلة على حضوره فقط للمغرب، وبعدها نشرت عدة أشياء فاضحة عنه. لقد قمنا بنقل لكم أخبار وتفاصيل ما حصل تلك الليلة. سوف أترك لكم رابط الفيديو السابق تحت في الوصف لتشاهدوا جميع التفاصيل. المهم، لقد رأينا تاكاشي 69 وهو يحمل راية المغرب في يده ويلبس لباس فريق المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم، ويحتفل معهم بالتأهل الفريق المغربي لنصف النهائي في مونديال قطر 2022. كان كل شيء على ما يرام، وشاهدنا فيديوهات ل 69 وهو مستمتع بشكل كبير مع الحضور، حتى تفاجأنا بتغير حالة 69 وتغير صوته المفاجئ. كنا نظن في البداية أنه فقط بسبب الغناء بصوت عالي سبب له حالة من الذبح الحنجرة أو مصاب بالبرد، لكن ما حدث كان أعمق بكثير على ما كنا نعتقد. سوف أترككم مع الفيديو العادي في البداية لكي تشاهدوا كل شيء ونتعرف على قصة ما حدث بشكل بطيء، ونأخذ راحتنا في الحكم على ما حصل لصوت 69 أثناء عرضه لأغانيه أمام الجمهور. I said I'm going. I never been to Africa, Morocco. Make some noise!
الكل لاحظ أنه كان يغني بشكل عادي حتى تغير صوته بشكل مفاجئ، وهذا عائد إلى أنه شرب أشياء غريبة قريبة من الخمور نوعا ما. إذا لاحظنا في الصورة جيدا ودققنا سوف نجد أن تاكاشي كان يحمل قنينة ماء في يده، وحالة وجهه تدل على أنه في حالة سكر ومخدر بشكل كبير، وهذا ناتج على محتوى الماء الموجود في تلك القنينة، لأن تلك القنينة ليست عادية بل هي من صنع مغربي خالص، وأخذها 6ix9ine كهدية من أحد جمهوره، وهي عبارة عن قنينة ماء عادية فارغة من الماء وممتلئة بخمر يشبه الماء في شكله، وهو يسمى في المغرب بخمر الماحية. وهذا الخمر يسبب لمن يشربه بحالة من الهدوء وفي نفس الوقت الهستيريا، ولا يتحكم بعد شربه في تصرفاته ويصبح مثل الشخص المجنون، ويسبب أيضا ألم في الصوت، وهذا يفسر صوت 6ix9ine الخشن الذي رأيناه في الفيديو مسبقا. و6ix9ine الآن يكون قد جرب نوع مختلف من الخمور لا يوجد في أمريكا بل هو يوجد فقط في المغرب. أعتقد أن 6ix9ine لن ينسى هذه التجربة الفريدة من المخدرات التي أخذها طوال حياته. وبعد أن انتهت سهرة 6ix9ine عاد الأخير في اليوم الثاني إلى مدينته نيويورك في أمريكا، ووجد أن سيارته الجديدة التي صنعت خصيصا له قد اكتملت، ودفع مقابلها $500,000. فعلا هذا مبلغ كبير، لكنه ليس كبير على 6ix9ine المعروف بشراء الأشياء باهظة الثمن. أعتقد أن 6ix9ine سوف يروج لأحد أغانيه الجديدة بواسطة هذه السيارة. وبالنسبة لجدول تاكاشي فهو مزدحم بشكل كبير، ولقد ذكر في حسابه الرسمي على تويتر أنه سوف يشارك في عدة حفلات في نهاية السنة في مناطق الخليج تحديدا الإمارات وقطر، وأيضا سوف يقيم عدة مهرجانات في بداية السنة المقبلة في دولة أمريكا. ونحن بدورنا سوف ننقل لكم جميع أخبار وتفاصيل حياة 6ix9ine أول بأول. Yeah, I'm not one of your niggas. Bro, shut up. Why are you dumb? Nah, tell me if you really like it. Take your glasses off, but if you don't like it, it's better than this one. Oh my god. Wow, red. Red. So cute. Yeah. Okay, bestie on the red. So you see this? Look, to all you girls that got niggas, listen, the best thing to do is really just get you a trick. تاكاشي 6ix9ine فتح حساب جديد له عبر انستغرام، وصرح أنه سيختار بشكل عشوائي متابع من أحد متابعيه الجدد في حسابه الجديد، وسوف يهديه 13 محفظة خاصة بالنساء، وهذه المحفظات اليدوية تعتبر من الأغلى في العالم، وأعتقد أنه من سوف يفوز بها سوف يبيعها ويصبح غني فقط من خلال هذه المحفظات التي يقدر ثمنها بحوالي $130,000، لأنه ثمن كل واحد منها يقدر بحوالي $10,000. كما تعلمون يا سادة، 6ix9ine هذه هي طريقته الوحيدة لكسب المتابعين والتسويق لنفسه أكثر وأكثر، إنه يعطي لكي يأخذ. لهذا أنا أقول لكم دائما أن 6ix9ine مسوق ومروج جيد وممتاز لنفسه، وسوف يشتهر أكثر في السنوات القادمة. وبعدما 6ix9ine أبهر العالم من جديد بسلوكه الإنساني والأخلاقي تجاه أمه، وقام بإهدائها سيارة فاخرة يقدر ثمنها بحوالي $500,000. تاكاشي هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها أمه أمام شاشات الكاميرا ويعرف الناس على أمه، وأظهر حسن نيته وأنه شاب صالح ومطيع رغم المشاكل التي يحدثها في الساحة الفنية مع الرابر ومع رجال العصابات أيضا.
هدف 69 هذه الأيام هو أن يحسن صورته أمام متابعيه ليحصل على إعجابهم وينشئ إمبراطورية جمهورية جديدة من مختلف دول العالم. كل هذه الهدايا التي يقدمها تاكاشي سواء لمتابعيه أو لأفراد عائلته أو لأي شخص يعرفه لا تذهب في الفراغ، بل إن مثل هذه الفيديوهات القصيرة تعطيه شهرة أكثر بين الناس ويحصل على ثقتهم به. وكل هذا يدخل في إطار التسويق الموسيقي للمهرجانات التي يقدمها في مختلف المناسبات من جميع أنحاء العالم، لعل أبرزها عندما تواجد في دولة المغرب في ملهى 555 وغيره من المناسبات. 69 بسلوكه هذا سيبقى ينقصه شيء واحد ليصبح شخص صالح ويبتعد عن المحرمات مثل الخمور والفتيات التي يظهر معه في كل مقطع فيديو يصوره، ويعتنق بعدها دين الإسلام. أنا متأكد 100% أنه سوف يصبح أشهر رجل في العالم، كما حصل مؤخرا مع الملاكم أندرو تيت الذي أصبح هو الرقم 1 في كلمات البحث في جميع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. وإذا أردتم أن ننزل حلقة خاصة على أندرو تيت اكتبوا هذا لي في التعليقات وسوف أنفذ طلبكم بكل سرور. وبالنسبة لآخر الأخبار المتعلقة بالمهرجانات الصيفية التي سيقدمها 69 فهي سوف تبدأ في تاريخ 27 من أبريل من سنة 2023 إلى غاية 30 أبريل من نفس السنة. سوف ينتقل المهرجان في 3 ولايات أمريكية مختلفة: نيويورك وشيكاغو ولاس فيغاس. والآن أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم رسالتي وعرفتكم بالسبب الذي يجعل 69 ينشئ تلك الفيديوهات القصيرة ويتبرع للناس لأنه مسوق ذكي لمهرجاناته التي تجني له ملايين الدولارات، وهذه المهرجانات هي التي تجعله غني جدا. Nah, you looted it. Okay. That's it. I'm out of here. Nah. That new SRT. Absolutely. That's crazy. Oh my God. Yo, Huh? lying. I know I crashed your car mad times. I thought we was even. Nah. ¿Eh? ¿Qué piensan? Ah. ¿Está buena la cosa? ¿Te gusta? Ma, si pecas te dice, ¿cómo te dice? Préstame el carro, man. No. No. Ah. Que me lo choques, no. 69 تلقى دعوة خاصة من القيصر فلاديمير بوتين لكي يقيم حفل خاص بمناسبة الكريسماس في دولة روسيا، وتاكاشي قبل الدعوة على الفور وذهب مسرعا لدولة روسيا لكي يلتقي مباشرة بالرئيس الروسي بشكل سري في أحد قصور فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو. وبعدها تاكاشي زار أحد النوادي الخاصة في مدينة موسكو ويلتقى بالكثير من معجبيه من داخل دولة روسيا وشعر بالفرح الشديد. وسبب فرح 69 بالاستقبال الذي قدمه له الجمهور الروسي هو أن الجمهور الروسي أو الشعب الروسي عموما ممنوع من استخدام أغلب مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وغيرها من التطبيقات الإلكترونية، لأن هذه التطبيقات أو الشركات تابعة لدولة أمريكا، وأمريكا تفرض عدة قيود على دولة روسيا بسبب المشاكل السياسية التي بين الدولتين، خصوصا في الفترة الأخيرة بعد أن أعلن بوتين الحرب على دولة أوكرانيا، الشيء الذي جعل الغرب وأغلب دول العالم تقطع علاقتها مع دولة روسيا ومنعوها من استعمال كل الأشياء التي تخص أو تابعة لدولهم سواء في قارة أوروبا أو قارة أمريكا الشمالية. و69 كان مستمتع بشكل كبير بجولته في روسيا وشعر أنه معروف عالميا رغم المشاكل السياسية بين الدول، إلا أن هذا لم يمنع شهرة تاكاشي من التوقف واستمرت وتضاعفت. والعلاقة التي بين تاكاشي وبوتين هي علاقة مصالح متبادلة. 69 يعاني من مشاكل مع عصابات المخدرات ورابر الذين يعتبروا أن لديهم أيادي خفية مع كبار المجرمين في أمريكا، الشيء الذي يجعل 69 في موقف صعب دائما ويحتاج لحماية قوية. حتى حراسه الشخصيين في بعض الأحيان نراهم في الفيديوهات يضربون وليسوا قادرين على حماية حتى أنفسهم، فكيف سيقومون بحماية شخص مشهور مثل 69؟ وبالتالي فإن تاكاشي سيحتاج أن يكون ابن فلاديمير المدلل، وبهذا سيكون الكل مرتعب من 69 لأن وراء 69 خلية قوية وهي المخابرات الروسية التي ستقوم بتوفير الحماية ل 69 في العالم كله.
وأغلب الدول هي ترتعب عند سماع المخابرات الروسية، لأن هذه المخابرات حتى منظمة ال FBI الأمريكية لا تستطيع الوقوف بوجهها. وبوتين سوف يستفيد من 6-9 بعدة أشياء، لعل أبرز هذه الأشياء جعل شعبه يخرج من الحزن الذي عاشه طوال سنة 2022 في فترة الحرب. وهذا الحزن يتمثل في أن دولة روسيا أصبحت منغلقة على العالم ولم يعد أحد من المشاهير يذهب إليها. لذلك في 6-9 سيكون بداية جيدة لبوتين ليمهد لخططه القادمة. وأيضا جعل بوتين يظهر بمظهر جيد أمام العالم وينسي الناس في الصورة السيئة التي أخذوها عليه بعد أن أعلن الحرب على دولة أوكرانيا. وهذا كان هو السبب الرئيسي الذي جعل بوتين يتصل ب 6-9 وموافقة 6-9 على طلب بوتين ليذهب لروسيا ويقدم هناك عدة عروض طوال سنة 2023. 6-9 خرج في تصريح لأحد القنوات الإخبارية الأمريكية حول الجولة التي قام بها في وقت المونديال، حيث رأينا الأخير يزور دولة الإمارات وبعدها ذهب ليشاهد مباراة المكسيك ويشجع الفريق الأمريكي في مونديال قطر. وبعد أن تم إقصاء الفريقين معا قام 6-9 بزيارة المغرب ليقيم حفل موسيقي هناك في أحد الملاهي الليلية في المغرب. وتم استقبال 6-9 بشكل جنوني من طرف الجماهير المغربية، وكانت زيارته الأولى للمغرب ناجحة بشكل كبير، ولم يكن يتوقع أيضا أنه سوف يحظى بهذا الاستقبال الخرافي، مما جعله يلبس لباس المغربي ويحمل الراية المغربية عاليا، خصوصا أنه في تلك الليلة فاز المنتخب المغربي على المنتخب البرتغالي وقاموا بإقصاء الظاهرة كريستيانو رونالدو من المونديال الأخير له قبل اعتزاله. 6-9 عاش أجواء الفرحة من داخل دولة عربية يقوم بزيارتها لأول مرة في حياته، وصرح أنه شعر براحة نفسية هناك. وقام بتكوين عدة معارف وأصدقاء في المغرب من كبار الشخصيات الذين حضروا لذلك الملهى، لأنه كما تعلمون 6-9 دخل لأغلى ملهى ليلي موجود في مدينة طنجة في المغرب، ولا يسمح لأي شخص عادي بالدخول لذلك المكان ليختلط بالناس الأثرياء والأكثر نفوذا في الدولة إلا إذا كان له نفوذ ومال كثير. المهم 6-9 أعجب بدولة المغرب وخاصة الشعب المغربي الذي استقبله استقبالا كبيرا، وصرح أيضا أنه سوف يعود قريبا لزيارة المغرب في الشهور الأولى من سنة 2023 ليقيم مهرجان كبير في مدينة مراكش. كانت هذه جميع أخبار وتفاصيل حياة 6-9. إذا أردتم المزيد من الفيديوهات نريد أن نصل بهذا الفيديو إلى 100 لايك. I said I'm going. I never been to Africa, Morocco, Mexico. Russia. We tattooing Russians. What's your name? My name Maru. Maru. So we out here tattooing Russians. А как так встать, чтобы... Ладно, я стою. Мне кажется, никто так не нервничает, как я. Ну ладно, давай руку. Да, все. Стою. Не бойся. Аккуратнее, пожалуйста, это первая татуировка. Поправь на английском. English, please. Пожалуйста, на английском.
understand. No worries, bro. Так крови там рубились, короче, в зале люди. It's okay, it's okay. Yeah, crazy. كان هذا كل شيء. أتمنى أن نلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وداعا Peace and love. To the east side, spaked out juju. Lucky I ain't had it on me, I was gonna shoot you. Straight them on camera, do it on YouTube. Stupid little dumb nigga, now you on YouTube. Nigga want beef, I'm the type of dragon. Shoot you while you want your business, like